ده الجزء التاني من سلسلة الخداع البصري. الراجل ده شال العجلة الأمامية من الدراجة بتاعته وراح موقفها بزاوية معينة بحيث تبان الشبكة أو الدايرة البعيدة اللي هناك دي كأنها هي العجلة الأمامية للدراجة. صورة تانية، الأب قاعد مع أسرته ودخل عليهم حيوان اللامة تقريبا. المهم الراجل مسك راس الحيوان وحطها قدامه وتصور على نفس الوضعية اللي انت شايفها دلوقتي. لو ركزت في الأرض هتلاحظ خيال الحصان الصغير، وأثناء ما الأم بتتاوب طلع جزء من وشه في الصورة، باين المشهد زي ما تكون بتبلعه. القط مدخل دماغه جوا كيس الأكل ومندمج مع نفسه. صاحبة البيت أخدت له صورة باين فيها صورة الخلفية اللي على الكيس كأنها هي راس القط اللي بياكل. الصورة دي بقى مش محتاجة كلام، ميل التليفون 90 درجة ناحية اليمين هتلاحظ إنهم نايمين على الأرض، وفي ناس تانية بعيدة اهي رايحة تنزل سلم من وراهم. أثناء ما الصياد بيصور صديقه جه حيوان البغل ووقف قدام الكاميرا، فباين راسه زي ما تكون امتداد لجسم الراجل اللي واقف. الست عدت تحت ايد التمثال بالظبط، فباين زي ما يكون ماسكها من دماغها. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك، وقول لي رأيك دلوقتي في التعليقات قبل ما تمشي. سلام.